عمر جمال زحمه داخل 18 الزمالك، طالع سامح عبد الفضيل، بتلعب الكرة على طول، تمر في منتهى الخطوره وهدف. هدف اول لفريق الاسماعيلي. احمد خيري يتقدم للاسماعيلي في الدقيقه 28 من زمن الشوط الاول. احمد خيري يتقدم للاسماعيلي في الدقيقه 28 ويسجد كل لاعبي الاسماعيلي شكرا لله على هذا الهدف. هنتابعه تاني مع حضراتكم الركله الحره اللي نفذها عمر جمال، ومرت بشكل غريب بالرغم ان كان فيه عدد كبير جدا من لاعبي الزمالك داخل ال 18. اهي تاني مرت الكوره والوحده تماما ينقض عليها بالراس، طلع كله بيلعبها بالقدم احمد خيري ويسجل منها الهدف. مرت الكوره اهو وسط يعني لاعبي الزمالك، بنتكلم على حوالي 6 أو 7 لاعبين داخل 18 الزمالك، بتمر الكوره وبيلعبها احمد خيري. ركله الجزاء على التنفيذ محمد ابراهيم للزمالك. الكوره مش عايزه تثبت، راح الكابتن محمود البنا، ادي محمد ابراهيم مواجهه مع محمد صبحي. ابراهيم وركله الجزاء، هل يعدل بها النتيجه؟ داخل محمد ابراهيم، محمد ابراهيم يسجل محمد ابراهيم، عملها حلوه على شمال محمد صبحي، يسجل هدف التعادل للزمالك في الدقيقه 33 من زمن الشوط الاول. 1-1 النتيجه. محمد ابراهيم هدفه الخامس محمد ابراهيم مع الزمالك، ويعتلق قائمه هدافي الزمالك، كان متساوي مع عبد الله السيسي واحمد جعفر، ولكل منهم 4 أهداف. بالهدف ده بيبقى 5 أهداف. تاني هو عملها بشكل جميل جدا محمد ابراهيم. 1-1 النتيجه، اسماعيلي وزمالك. عبد الحميد سامي، عبد الله السيسي، حلوه التمريره، احمد حسن يسجل الهدف الثاني، للزمالك. كم نقله حلوين اتعاملوا محمد ابراهيم مع عبد الله السيسي، مع تحرك لاحمد حسن وما فيش التسلل، يدخل ويلعبها على شمال محمد صبحي ويسجل الهدف الثاني عشان يتقدم الزمالك 2-1. احمد حسن في الدقيقه 15 من زمن الشوط الثاني. ادي اللعبه ثاني، وده احمد حسن، تمريره جميله محمد ابراهيم للسيسي لاحمد حسن، اداء سريع، يدخل على طول وينفرد بمحمد صبحي، يلعبها له على شماله ويسجل الهدف الثاني. محمد ابراهيم عفوا احمد حسن هو اللي بيسجل الهدف الثاني، محمد ابراهيم سجل الهدف الاول.